ولد يقش يا حلو، وريني بقى هتكسب ازاي. الو يا مصطفى، بترن ليه؟ ايه حق عليا انا يعني يا صاحبي ان انا باين عشان عايد مطيحتك؟ مصلحتي حتى دي كمان عاوزها؟ بص يا صاحبي، انا مطيتي عيت وقعت ان ده امتحانات ندي. ايه بتتكلم بجد؟ نزل لوحده بقى ولا مع حد كبير؟ بيحتط خييت انت تقعد في تضيف واول امتحان علينا بعد 10 ايام. يا راجل يا راجل خضتني. احنا فين والعشر ايام لما يخلصوا فين؟ دي تكون ناس عاشت وناس ماتت وناس سافرت وانا اتطقطت. فلا الله ولا فلك يا عم، انت متصل عشان كده يعني؟ بص يا صاحبي، انا نطحتت وانت بيحتط مع التام. طيب شكرا يا سيدي، روح انت، يلا سلام. ايه ده؟ وربنا هتغش تاني هسيبك واقوم ومش مكمل لعب. ايوه كده تعدل. يا عم اضغط بقى. يوسف البساطي. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله. يوسف، نبدأ الآن. انا مش عارف ليه حاسس انك ناسي حاجه مهمه الايام دي. لابسه والله. لا مش ده. شديت السيفون ورايا وربنا. لا، حاسس انك نسيت انك طالب المفروض تقعد تذاكر تراجع. يا ابني لو في حد هيروح يمتحن مكانك طمني وريح قلبي وقول لي. انت كمان يا بابا يا حبيبي، لسه فاضل 9 ايام بحالهم على الامتحان، يعني الحق اذاكر وراجع واعمل برشام علشان الصداع والخص الماده واحل عليها امتحانات كمان. طيب يا ابني، انا قلت اطمن عليك بس. اطمن ربنا معاك يا حبيبي. بس خلي بالك، ايه ده في ايه؟ حسك عينك الاقيك طالع بنص ملحق الترم ده، او نتيجتك فيها مقبول حتى. ضميرك اللي بيكلمني ده ولا ايه؟ ما انت كنت ماشي كويس. انا حذرتك وقد اعذر من انظر. سيبك انا بقى يا حبيبي، تستغل وقتك كويس. ها سلام. انا محتاج ادخل الحمام بعد الرعب ده. الهجمة الأولى. يا رب كان قدامي 10 ايام بحالهم، قعدت اتمرق على لحد ما حصل اللي حصل. ابقى كلب لو الترم الجاي زنقت نفسي تاني. الله ينور عليك يا اسطى. هتخلص امتى بقى الصبه دي يا ريس؟ صبت ايه يا بابا؟ لا اصل شايفك يعني شارب بتاع حوالي 13 كوبايه شاي على قهوه غير اللي في الحوض جوه، ناقص لك بس قلم على ودانك وتيشيرت تشيلسي وتبقى صنايعي بريمو. صنايعي فاشل. ايه اخبار المذاكره؟ اطمن كويسه، محدش جه جنبها ولا حتى انا. نعم. بهزر يا بابا. بخف من روح التوتر يعني وكده. وبعدين ما انا طول السنه في الكليه بحضر المحاضرات وبذاكر المذكرات وبمتحن الامتحانات وبتنجح النجاحات. بملحق ملحقات. هعلقك تعليقات. استر تسترات. يا خالي يا خالي ركز معايا بقى لي ساعه بشرح. يا ابني ما انت فهمني بالراحه، انا فاهم على قد عبيط يعني. انت بس لو تحلق شنبك ده هتشوف كويس وهتفهم كويس. يا ابني انا لو حلقت شنبي ده هقع على ظهري، ده هو اللي ساندني. التاني صرصار يا خالي. ها. المهم انا هكون لابس السماعه دي وانا في الامتحان. فكرتها بسيطه جدا، هلبسها هضغط عليها مرتين هترن عندك، هتفتح هقول لك السؤال اللي انا عاوزه وانت تقول لي الاجابه. عاوزني اغششك في الامتحان؟ وطي صوتك يا خالي هتفضحنا. عاوز الناس تقول عليا انا ابن اختي غشاش؟ ايوه يقولوا غشاش، مش احسن ما يقولوا ابن اختك فاشل وسقط في الامتحان؟ وجهة نظر برضه، بس في مشكله. ايه؟ ضميري. انا ضميري ما يسمحليش ابدا ان انا اعمل كده. لا يمكن يا يوسف. ايه ده؟ لا استغفر الله العظيم، ماليش انا في الكلام ده. فلوس ايه؟ انا هاخد السجاير بس. اتفقنا. من النجم هتلاقيني فاتح الكتاب وقاعد مستني منك الاشاره. الحمد لله ذاكرت اخر فصلين ورجعت الثلاثه اللي في الاول. ننام بقى وانا مرتاح البال. استنى، تقدر تقول لي اسم الفاعل من ودع ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. يا رب وفقني في امتحان بكره يا رب. يا رب اعني. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. اللهم امين يا رب. اقوم اجهز السماعه اللي هغش بيها بكره في الامتحان. يا رب كرمنا.
يوسف، انت بتعمل ايه اللي في ايدك ده؟ لا دي سماعة يعني بسمع بيها أفكاري علشان ما انساش حاجة. الله، حلوه دي. طب انا كمان عاوز واحده. يا عيني يا ابني، حتى انت كمان مش عارف تذاكر. لا يا حبيبي، مش هتيجي على مقاسك. للدرجه دي ودنك كبيره؟ اطلع بره اوف. الامتحان يا ولاد عباره عن 10 اسئله، 3 منهم بس اجباري و7 الزامي، هتحلهم برضو غصب عنك. مش كانت اختياري؟ انا قلت اوضح بس الامتحان يا ولاد عشان الناس اللي عاوزه تسال. اتفضلوا يلا حلوا الامتحان، ابداوا. رد بقى يا خالي. الو الو، ايوه يوسف، حول. انت بتكلم العراق، حول ايه؟ اخرت ليه يا خالي كده؟ معلش بقى، اصل فطرت بيض وملوخيه وطعميه. دي مهيجات للقولون دي ولا ايه؟ المهم اسمع السؤال الاول عندك بسرعه. ايه الصوت ده؟ في حاجه يا يوسف؟ لا يا مستر، ده انا كنت يعني بحاول احل السؤال الاول، ها، اللي هو بيتكلم عن في اي عام كانت معركه عين جالوت. طيب ركز بس وانت تعرف تحله، السؤال سهل جدا. يا سلام عليك يا يوسف يا ابن اختي، فطين يا ابني والله من يومك. استنى اقول لك الاجابه بقى دلوقتي. اكتب عندك. تمام. السؤال اللي بعده. قول معاك. جاي. متى توفى سليم الاول؟ امبارح. متاكد يا خال؟ تقريبا. لا افتكرت كان اول امبارح بس انا ناسي. كده معقوله شويه. طيب الصح وغلط. يا باشا انت كل كلامك صح ما عدا اخر جملتين يعني حسيت فيهم بالغلط. مش تسمع الاسئله الاول؟ انت معاك الامتحان ولا ايه يا خالي؟ يوسف، صوتك عالي ليه يا حبيبي؟ لا ابدا، يا بفكر في السؤال الثالث. هو حضرتك مش قلت تقريبا ان السؤال ده مش هيجي في الامتحان؟ معلش ده سؤال صغير. هو ايه اللي سؤال صغير؟ شبه تيجي في الامتحان يعني؟ حلو انت ساكت. لا انت كده عندك ازدواجيه في المعايير. ده اكيد المصطلح. تمام، يبقى كده رقم ألف ازدواجية المعايير. طيب الاختيارات بقى، أنا شاكك في الاختيار الأول والتالت. الرابع. رابع؟ مفيش اختيار رابع أصلا يا خالي. كان قصده اختيار رائع. الصوت طيب يا خلاص ولاد. خالي، أنا كده فهمتك. مش بقى غير التوصيل، هبقى غش أنا. يلا سلام. يا سيدي قلت لك استاذ محمد ساكن في الرابع، يلا بقى في رعايه الله. الو يا يوسف، حول. ايه ده ولحق خلص بالسرعه دي؟ ده ما خدش مني غير السؤال الاول. انا كنت متاكد ان الولد ده مذاكر وهيعتمد على نفسه. كويس انتوا لسه ما حطيتوش الأكل، أنا جاي من الامتحان جعان جدا. مش عارف امك بتخترع ايه في المطبخ ده كله. يوسف، عملت ايه؟ جبت لي السماعه؟ إيه ده؟ سماعة إيه؟ تقريبا يقصد ولاعه يا بابا. ولاعة؟ أنت بتدخن يا أوفا؟ لا يدخن ايه تقريبا انا سمعت شماعه حاجه كده. وأنت عملت إيه في امتحان النهاردة؟ الامتحان؟ طب أنا بقى أروح أستعجل ماما في المطبخ عشان تجيب لنا الأكل بسرعة. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. لا يا حبيبي شكرا، يزيد فضلك. ايه يا يوسف بتعمل ايه كده؟ عينك وجعاك ولا ايه؟ المهم انا كنت جاي اقول لك ان السماعه اللي اديتها لي عشان اغششك بيها في الامتحان فصلت شحن، فاشحنها بقى بوصله تايب سي ولا غير لها حجر. سماعة، يعني ولا ولاعة ولا شماعة. الله يا بابا شعرك جميل. اخرس. وريني السماعة دي كده. لا دي واصلة طيب سي عادي زي دي كده. بتغش يا يوسف؟ يا غشاش. ما انت اللي غششت. انت اللي غششت. انا مطيتي عيت وقعت ان ده امتحانات ندي تعويذة. ده مش كلام. مفيش حد بيسحب سجاير كده، ده اللي يدل ان انا عبيط. مفيش حد يسحب. الامتحان ايه ده؟ ولد شو ده يا عيني. ما انت اللي غششت. يعني ايه يعني؟ ازاي حضرتك؟ عيب.